سلام، مساء الخير، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. اللهم تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إن شاء الله تكونوا فوتوا عيدكم ورمضانكم كامل بخير وجازوا في رحمة ربي إن شاء الله. اليوم جبت لكم مقروض المقلاة ومقروض الزيت اللي كنت معولا نحط لكم الفيديو قبل رمضان، ولكن للأسف الوقت ما كفانيش. شوفوا لي كيفاه جا، بسم الله ما شاء الله. درت شوية بالغرس، شوية باللوز، شوية عسلته وشوية درته في السكر غلاس، لأنه العائلة كاين اللي ما يحبوش بالعسل ويحبوه بالسكر، ولكن جاء روعة بسم الله ما شاء الله. شوفوا اللون تاعو برك يشهي. وش رايحة نقول لكم، يلا تبعوا معايا تشوفوا الطريقة والمقادير بالتفصيل. نبداو بسم الله. عندي 3 كيلات في سميد متوسط بومبي، الكيلات يكونوا شوية بومبي. الكيلة الثالثة نديروها ممسوحة ونزيدو نبومبيوها بالفرينة كيما راكم تشوفوا، حوالي واحد 3 مغارف هكاك، 4 ما نديباسيوهمش. شوفوا كيفاه نديرو كامل، نلمو الفرينة والسميد حتى يدخلوا مع بعضهم كامل. الملح حسب الرغبة، إذا تيا درتي الكيلة كبيرة ولا صغيرة. ونروحو نديرو كيلة تاع سمن ذايبة وباردة ونفيضوها بالزيت كيما راكي تشوفي. أنا نستعمل مدينة وانتي لك الاختيار، الزبدة اللي متعودة عليها. نروحو نبسو السميد تاعنا مليح، ندخلو السمن كيما راكم تشوفوا. راني نسرع في الفيديو ونسرع معاه في الصوت لانه جاني طويل شويه. بعد ما نمحرو السمن تاعنا والسميد مليح 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 يدخلوا في بعضهم، لموه كيما هكا. هذا هو القوام تاعو. نغطيوه ونخليوه يبات ليله كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما بات عفوا، شوفوا كيفاه صم وجا، يعني شرب السمن تاعو مليح. نروحو نبلوهم بكيلة تاع الماء وما زهر، ونشوفوا اذا نحتاجو اكثر ولا اقل. نبداو بشويه نبلو برك ونلمو. على بالكم المقروض كيما مقروض الكوشه كيما مقروض العسل، هذا ما لازمش نعجنوهم، غير نلمو كيما راكم تشوفوا كيما حتى يدخل كامل، يتخلطوا المواد كامل وكيما راكم تشوفوا. هذا كان القوام تاع العجينه تاعي. نزيد نغطيه شويه ونخليه يشرب مليح ومن بعد نرجع ليه. شوفوا بعد ما رجعت ليه لقيته شرب كامل كيما المره اللي فات في مقروض الكوشه. زدت له قل من ربع تاع الكيله تاع الماء والمزهر، ورجعت زدت بخيتو شويه، رخفتو حتى نتحصلت درتها كامل ربع الكيله. هذه كيدي لكم حوالي كيلة وربع على حسب السميد والفرينه اذا يشربوا. لميتو كيما راكم تشوفوا، راني وصلت للقوام اللي محتاجاتو. نروح نخليه يريح ونروح نجيب الغرس تاعي. الغرس خير بالكم كيفاه نخدمو، راكم شفتوه في الفيديو تاع الكوشه، لمقروض الكوشه كيفاه جا. هنا ندير تاع اللوز، درت 3 كيلات تاع اللوز، كيلة ماشي معمرة تاع السكر ما راكم تشوفوا، اللوز مرحي رطب. 4 كيلة تاع ولا نص تاع السكر، شويه تاع قرفه الاختياري، اللي يحب اللي ما يحبش اللي يحب يدير لافاني، وشويه تاع زبده تكون بدرجه حراره الغرفه. نلموه كامل مليح، ومن بعد نلموه بشويه تاع الماء زهر كيما راكم تشوفوا. نعجنوه مليح حتى يعود كي نشكلوه حربوش ما يتفتتش كيما كيما راكم تشوفوا هنايا كي نشكلو حربوش. نروحو نبداو نروليو نديرو الحربوش تاع السميد تاعنا، نديرو الغرس اللوز كيما متعودين على المقروض كامل الطريقه كيما هكا. نبل عليه مليح، ندير يكون الطري، الغرس يكون طري بنفس طراوه السميد، كي تعودي تحربشي فيه ما يروحلكش السميد وحده والغرس ولا اللوز تاعك وحده، يجيو متجانسين. ندخلوهم كامل كي نعودو نروليو في الحربوش تاعنا او ميم طون رانا نخدمو ونقرصو عليه بيدينا باه ما يهربوش من بعضهم ويتماسكوا مليح. هذا الحربوش تاعي كيفاه جا. نقيس نخليوه يجي عالي شويه. انا الحبات درتهم صغار، نتوما تحبوا تكبروا الحبه كبروا، لانه مقروض العسل يجي الحبه شوي كبيره، بصح انا درتها متوسطه. درت الحربوش تاعي متوسط. هنا نكيلبسو الصباع كيما راكم تشوفوا، واللي عندها الطابع تحب دير بالطابع هكا، تحط الطابع هذاك ومن بعد تاع مقروط اللوز ومن بعد تولي تقطع عليه، لكم الاختيار. انا دائما نحب نسهل عليكم. وهذه هي الحبه. بعد ما نقطعوها نوقفوها شويه وشوفوا كيفاه تجي. كما قلت لكم انا ما حبيتوش كبير بزاف، لانه اللي عندي في الدار ما يحبوش كبير بزاف. ونكملوا الطريقه، نخدموا المقروض تاعنا كامل، الحربوش تاعنا نقطعوهم كامل نوجدوهم كما راكم تشوفوا هنا.
تقطعوا دائما. راني نعاود لكم الفيديو باه تشوفوه. في هذا الوقت نقول لكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش بجام وبارطاج وتفعيل الجرس باه يوصلكم دائما الجديد. وكانت هذه هي الطريقه تاع تقطيع المقروض تاعنا. شوفوا دائما توليو تطلعوه كيما هكا بزوج كوبات. شوفوا كيفاه تجي الحبه بسم الله ما شاء الله. هنايا بديت ندير في تاع اللوز، نزيد ندير لكم شويه من تاع اللوز ونروحوا نقليوهم كيف كيف. شوفوا الطريقه هو السر في طريقه القلي. السر ماهوش لا في العجينه ولا في التحربيش ولا في اي حاجه. انا هذه الطريقه معتمدتها والحمد لله راهو كلش قدام عينيكم، متحلي ما تفتت في المقله ما والو. هو السر وكل في الطياب رايحين تشوفوا الطريقه تاع الطياب بالتفصيل. كما قلت لكم ندير الحربوش تاعي دائما كما راكم تشوفوا نضغط عليه باه يتجانسوا مع بعضهم وما يهربوش. لازم الحشوه تكون بنفس طراوه العجينه باه ما يهربوا لكمش من بعضهم. تروح العجينه وحدها ولا فاقس وحدها. هذه دائما في المقروض الكوشه. في مقروض لازم يكون الغرس تاعك طري، السميد طري باه يكونوا كيف كيف. نفس الشيء نفس الطريقه نقطعوا نوجدهم كامل ونروح نبدا نسخن الزيت تاعي. واذا عندك هذاك الشباك من المستحسن انك تكون عندك هذيك الصفايه باه تسهل عليك. شوفوا كيفاه. وهذه هي الحبه تاعنا كيفاه خرجت متوسطه. اللي يحبها حبه كبيره يدير كبيره، اللي يحب صغيره تبقى اذواق. انايا ما نحبش الحبه كبيره بزاف، اصلا كون نديرها لهم كبيره بزاف ما ياكلوهاش. هنايا راني ستفت المقروض تاعي كامل وجدت العسل نتاعي بيسك المقروض ملي يخرج سخون لازم ديريه في العسل واللي راح يفوت في السكر. ثاني غير نصفيه من الزيت البابي تاع البابي راحت لي الهضره عفوا. المهم تنشفيه من الزيت وتفوتيه في السكر. هنايا نتاستي الزيت تاعي اذا سخن نبدا. شوفوا اول حاجه تدخليه تخرجيه، دخليه شوي تخرجيه لمده 3 خطرات. اشاك فوا ديريه 30 ثانيه هكاك ولا هكا وتخرجيه حتى تشوفيه بدا يحكم روحه مليح تخليه يطيب. هنا اني درتو 4 خطرات وهنا تخليه يكمل الطياب تاعو عادي. شوفوا كيفاه خليته يكمل الطياب تاعو ما يتحلك ما والو، يطيب كامل كيف كيف حتى للداخل. النار تكون متوسطه ما تقويلوش. وشوفوا لي هنايا كيفاه خرج اللون تاعو ذهبي بسم الله ما شاء الله طايب حتى للداخل. شوفي تدخليه تخرجيه شوي من بعد تولي تدخليه يدي هذاك لو شوك برك ومن بعد ترجعيه 3 خطرات والله حتى تشوفيه يحكم روحه مليح ومن بعد تخليه يكمل طياب. من بعد ما راح يتحلك ما راح يتفتت. وعليها قلت لكم لازمتكم هذه الصفايه لانها تعاونكم في القليان تاع المقراص. شفتهم كامل يحطوه هكاك ومن بعد يتفتت لهم يجيهم صعيب كيعودوا يهزوا فيه. المهم هذو هما النصائح تاع الطياب واسرار تاع الطياب تاع المقروض المقله ولا مقروض العسل. وراهو هنايا يطيب كيما راكم تشوفوا ورايحين نتحصلوا على اللون الذهبي. راح يجي لونه دوغي بسم الله ما شاء الله. انا في الوقت هذا راني منهي نغبر في تاع السكر وندير في تاع العسل نعسل فيهم ونغبر فيهم. وكانت هذه هي طريقتي. شوفوا هنا راني طيبته كامل جا روعه كامل حبوه كلاوه. غير هو حقيقه اللي قاطو لي درتهم كامل وعجبهم غير هذا. واذا عندكم حابين وصفات وحده اخرى نجربها معاكم قولوا لي مرحبا. انا في اي وصفات نديرهم لكم ما عندي حتى مشكل، سواء الخاصه بالعيد ولا برمضان ولا بالايام العاديه. واكيد راح بشوي بشوي نجربوا مع بعضنا. على بالكم بلي راني مبتدئه والقناه جديده وراني جديده في المونتاج جديده في كل شيء. يعني ما تلومونيش اذا جاكم فيديوهاتي شويه طوال ولا شفتوا مازال شويه ما تعودتش على الميكروفون وما تعودتش على الكاميرا وكل شيء. ولكن الحمد لله بشوي بشوي رانا كامل نتعلموا. شوفوا اللون تاعو كيفاه جاه بسم الله ما شاء الله. هنايا نروحوا نعسلوهم كامل. هذا تاع الغرس عليها يجي شويه لا كولر تاع الغرس فونسي. وكان هذا هو المقروض تاعي. بعد ما عسلته تخليه في العسل يدي مده تاعو يدي حقه في التعسال كما نقولوا حنايا. ما تخمش غير تدخلوه وتخرجوه. وشوفوا لي بسم الله ما شاء الله جا يذوب في الفم ولا 4 البنات صدقوني جربوه مش رايحين تندموا عليه. شوفوا كيفاه داخل طايب
مبسّس يتفتّت. وهنا ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله، وتهلاو في رواحكم وما تنساوش تدعموني باه نواصل النشر بإذن الله. إلى اللقاء.